المنتج التالي هو الكيبورد المحمول ده كيبورد محمول بهذا الشكل، خفيف، وزنه معقول جدا جدا، تقدر تشيله معاك في الشنطه، بل يعني لو انت عندك جيب كبير شويه اللي هي الجيوب الباجي دي تقدر تحطه فيها. بيقدر يوصل لحد 3 اجهزه من خلال البلوتوث. الهنج بتاعته قويه بصراحه، يعني فكره ان انا بنتي عملته كده زي كده دلوقتي، اللي هو ايه، فسخته الناحيه الثانيه، ولكن بيقدر يتحمل بصوره كويسه جدا. الملمس بتاعه كويس رغم ان هو مش جلد طبيعي بكل تاكيد، هو جلد صناعي بس ظريف. الكتابه عليه كويسه، بكتب عليه بسرعه لطيفه. لو انت عايز حاجه صغيره للسفر، برضو حرف الزال هنا مشكله، حرف الزال عامل مشكله في كل الكيبوردز الصراحه، بس الكيبورد ديت لطيفه جدا، وانا جايبها بالخصوص علشان التليفون. يعني لو انا احيانا كده بيجي لك الالهام فانت عايز تكتب، فالكتابه على التليفون بصراحه رخمه جدا جدا جدا، والمشتتات كتيره، ويعني مش الطف حاجه بصراحه انك تقعد تكتب على الكيبورد بتاعتك، وخاصه لو انت عايز بقى ايه، تخش في حاله الفلو وتندمج. لكن الكتابه هنا بهذا الشكل بصراحة أفضل بمراحل، وإنك يكون معاك حاجة زي ديت بصراحة هتساعدك بشكل كبير جدا. طيب أنصح لمين هذا المنتج؟ حد لشغله متعلق بشكل كبير بالكتابة، كوبي رايتر، بيكتب سكريبتس، بيعمل ريسيرش، حد بيكتب إيميلات كتيرة، حد بيسافر كتير وعايز حاجة تنجزه وتخليه يخلص بسرعة، وما تضايقوش في حتة إن هو يقعد يكتب على الكيبورد بتاعت التليفون بشكل يعني رخم لمدة طويلة، ما بيبقاش حاجة مريحه على الاطلاق. حد بيكتب بال10 صوابع وعايز يستفيد من السرعه والفلو بتاع الموضوع ده، لا انصح هذا المنتج لاي شخص اوريدي هو ستيشن، يعني فكره ان شغله من مكان محدد، ما بيسافرش كتير، حتى لما بيسافر بيبقى بعيد عن الشغل، ما بيحتاجش ان هو يدون، ما بيحتاجش ان هو يكتب. تعامله مع الكيبورد تعامل يعني كاجوال خالص، ما هوش حاجه اساسيه في خضم شغله، فشايف ان ديت هتبقى جيمك ومش هتبقى مفيده او مش هتضيف لك اي حاجه. سعرها بيتراوح من 25 ل $50 حسب الموديل والماركه والمميزات والاوبشنز. طيب الكيبورد اللي معايا ديت اسمها بروتو ارك فولدبل كومباكت كيبورد اكس كي 04. هل دي افضل منتج موجود في الفئه ديت؟ ما اظنش، اكيد في حاجات افضل، ولكن انا شايف ان ده كان مناسب جدا جدا بالنسبه لي، بالنسبه للبادجت بتاعتي. هل هشتري واحده كمان لو دي ضاعت مني؟ بنسبه 70%. انا مش بستخدمها معظم الوقت، لان مادام الكيبورد بتاع الايباد معايا فديت بتغنيني عن اي حاجه تانية، ولكن في حالات بسيطه بكون مش معايا الا التليفون ومعايا الكيبورد ديت في الشنطه، فبحتاج اكتب حاجه، بحتاج ادون حاجه بسرعه. ولو مهتم بالمنتج ده سيب تعليق على الفيديو وانا هبعت لك رابط المنتج في رساله.